احنا النهارده مش جايين نتكلم بقى ولا على برشلونه ولا على ليفربول ولا على ريال مدريد ولا اي حد، احنا جايين نتكلم عشان السنيوره الحلوه دي. انت متخيل ان عشان دي بيدفع مليارات الدولارات واكتر من كده كمان؟ ويجي واحد براس تفاحه يجي يقول لك هو ايه الحلو في الكوره عشان بتتفرجوا عليها؟ ايه الممتع فيها يعني؟ بتاخدوا منها ايه الكوره دي؟ بتكسبوا منها يعني؟ بيقبضوكوا مثلا؟ يا باشا ده اذا كان والوقت كله ما فيهوش كوره والموسم منتهي، سوق الانتقالات لوحده ممتع يا جدع. انت متخيل سوق الانتقالات لوحده كده وانت بتتابع حركه سوق الانتقالات؟ ممتع، ممتعه بنت اللذينه حتى وهي مش شغاله. سيبك بقى من كاس العالم للانديه والهاتش ده كله، يعني لوحده كده سوق الانتقالات وانت بتتابع يعني حركه اللعيبه بقى وهي بتروح النادي بتاعك ومش عارف ايه والحبشتكنات، وده راح ب 30 مليون وده راح ب 100 مليون وده راح ب 200 مليون. ممتعه وانت بتسمع الملايين دي. ممكن تبقى كحيان كده، موظف كحيان بتقبض 5000 جنيه في الشهر وكحيان مستمتع وانت بتشوف حركه السوق والكلام ده والانتقالات، وانت بتشوف فرقتك وبتشوف الدنيا دي كلها، وانت بترسم الخريطه في دماغك كده وبتحط نفسك مكان المدرب بتاع فرقتك وتقول يا ترى هيلعب بأنهي تشكيله الموسم الجاي، يا ترى هنجيب مين تاني، يا ترى هنعمل ايه، هنودي مين، كده. وانت دماغك مسحوله وسط الكلام ده كله. وتخيل متعه. انت متخيل؟ ما بالك بقى الموسم لما يبدا كده وتقعد تتمزج كده قدام الشاشه بتاعتك كده، ولا في القهوه مثلا، ولا وانت حتى رايح الماتش بتقطع تذكره. متعه متعه انا بشفق والله على اي حد مالوش في الكوره. بشفق والله العظيم بشفق. تخيلوا دي لوحدها كده متعه اقسم بالله متعه ما بعدها متعه. والله يعني بص، مهما اقنعك انت مش هتقتنع. انت بالنسبه لك الحياه ماده، الحياه ماده، خد وهات. الكوره هتديني ايه؟ الكوره يا باشا هتديك متعه، هتديك كده بص يعني هتدخلك في حبشتكنات، هتحط نفسك مكان كل لاعب، مكان كل مدرب، مكان كل رئيس نادي عايز تبني فرقتك ازاي. يعني دنيا تانية يا باشا، دنيا. وما تجيش تقول لي بقى انا من الاخر كده السباك انا ناس انا هقبض منه كام. يا باشا ما تحسبش انت، بص هتدفع. اصل بص اقول لك على حاجه، اللي بيتفرج على الكوره دي انواع. فيها باشا ايه اللي بيقعد كده يعني يهوي دماغه بعد كده ضغط الشغل في البيت ومش عارف ايه، يروح جاي فاتح التلفزيون بتاعه يتفرج له على ماتش في الدوري المصري الكحيان بتاعنا كده ويروق على حاله. وفي بقى ايه المشجع التاني او الحريف التاني مثلا ايه اللي بيحب الكوره حبيبتنا دي، اللي بيلم اصحابه ويروحوا يتفرجوا على الماتش كده سواء بقى في بيتهم مثلا او على القهوه. وفي بقى ايه الناس بقى اللي هم دماغهم رايقه قوي، اللي هم بيكونوا الناس الكبيره اللي على القهوه كده يتفرجوا على الماتش مثلا. وغالبا دولت ايه اللي هم بيكونوا مشجعين محمد صلاح اللي بيتفرجوا على الليفر. الماتش يخلص من هنا يبداوا بقى يشدوا الترابيزه الحلوه يفضلوا يحللوا في الماتش بقى، بيحللوا في الماتش حتى وهو شغال. ووقت ما الماتش يخلص يا باشا بيشدوا الترابيزتين على كام كرسي، على كام كوبايه شاي، على كام كوبايه قهوه وهم بيلعبوا دومنا، يبداوا يحللوا بقى كده في الماتش وهم بيلعبوا بيحللوا في الماتش. انت متخيل يا باشا المتعه؟ المتعه دي عمرك ما هتعيشها ولا عمرك كده هتحس بيها. يا كئيب يا بائس يا اللي بتقول بتاخدوا ايه من الكوره. الكوره دي حاجه تانية. وفي بقى ايه المشجع كده اللي هو الهاي كلاس، الكلاس ايه زي ما بنقول، ده ممكن تلاقيه مثلا ما بيتابعش الدوري المصري، وتلاقيه مثلا ايه مهتم دايما بدوريات اوروبا ويعني والعيشه معاه حلوه كده ومرتاح. تلاقيه مثلا في بدايه الموسم كده راح يقضي اجازته في انجلترا مثلا، لو بيشجع ارسنال بيشجع الليفر بيشجع اي حد، او في اسبانيا او عايز يتابع كلاسيكو، تلاقيه بيقطع التذكره بتاعته يا باشا وراح يحضر في الاستاد مثلا سانتياغو برنابيو، كامب نو، انفيلد، مانشستر، الحاجات الحلوه دي. وفي بقى ايه المشجعين المحليين اللي زي حالاتنا كده. انا بشجع بحب اتابع الدوريات الاوروبيه، بس تحس كده المحل كل موسم بقول انا عمري ما هتابع الدوري المصري ده تاني، دوري الكحيان بتاعنا ده عمري ما هتابع. وبفضل زي الكلب كده واقف قدام التلفزيون مستني الماتشات بتاعه الدوري الكحيان بتاعنا ده. بس انا من المشجعين بقى ايه اللي بحب اقطع تذكره كده واروح الاستاد واتفرج على فرقتي واشجعها. ده اللي احنا بنسميه مشجع درجه ثالثه، او ده اللي الكوره اتعملت عشانه اصلا. فبصوا الكوره باختصار يا جدعان متعه. يعني انت مش كل يوم مثلا هتكون ايه فرحان او مبسوط بالكوره مثلا. ممكن في يوم تكتئب بالاسبوع والاسبوعين بسبب ان فرقتك خسرت ماتش مصيري، ماتش انت ممكن تكون معلق علشانه حياتك كلها. وفي مثلا ايه مشجعين من اللي هم بيحبوا اللاعب الواحد مثلا، ما بيفرقش معاه ايه نادي. اللاعب الواحد دوت زي ايه؟ زي الناس اللي اتكلمنا عليهم من شويه اللي هم ايه الناس الكبيره المصريين اللي زي حالاتنا كده.
يعني اللي تلاقيهم مثلا بيتابعوا محمد صلاح بس، مكان ما يروح محمد صلاح هنشجع. في ناس برضو ايه، مكان ما رونالدو هيروح هنشجع. في ناس كده. بس ايه، دايما بنحب احنا الكوره بتاعتنا، الكوره الحلوه دي. عارفين كوره الشوارع؟ لما تلاقي التقسيمه كده، حد فيكم ما لعبش كوره شوارع؟ سيبوا لنا في الكومنتات مين لعب كوره الشوارع بقى وكده في الحاره بعد المدرسه. خاصة بقى لما تكون طالع من المدرسة كده، لما بيكون في حوش مثلا رملة كده في شارعكم مثلا أو حاجة، أو وسعاية زي ما بنسميها كده، وسعاية. قبل ما تدخل بيتكم تقلع شنطتك ترميها كده ايه جنب الحيطة. واحد زميلكم دايما بيكون معاه كورة، بيكون حاططها في شنطته. صاحب الكورة ده، صاحب الكورة دوت ايه، لازم يلعب. لازم يلعب إجباري، وغالبا ما بيكونش بيعرف يلعب يعني. فبتكونوا شنطتكم كده قبل ما بتروحوا البيت، لازم تلعبوا كده ايه ماتش كوره كده. لازم حاجه اجباري كده. وفي بقى ايه، لما بتتطوروا فيما بعد بتبداوا بقى ايه تحجزوا بقى الملاعب الخماسيه الترتان بقى والحاجات الحلوه دي. وبتبداوا بقى ايه تلعبوا ايه على اللي يشيل. بس انا ما بحبش انا جو اللي على اللي يشيل ده. بنحب كده ايه، حب كده ما بيننا وما بين بعضينا كده، نمشي الكوره من رجل لرجل كده، الحاجات الحلوه دي. يعني الكوره متعه يا جدعان، اقسم بالله الكوره متعه. انا لو حد خيرني ما بين الجواز وما بين الكوره، الكوره يا باشا. كوره بقول لك ايه بقى، تقول لي بقى الجواز سنه الحياه مش عارف ايه، عشان تجيب عيال، عشان تتبسط، عشان تظبط. هي دي اللي بتظبط، هي دي اللي بتروق المزاج، هي دي تبص اللي كفيله تخليني مبسوط او كفيله تزعلني. هي دي اللي متحكمه في حياتي بنت اللذينه دي، وعلى قلبي زي العسل. انت متخيل ان ممكن اللاعب اللي بيقبض مثلا يعني بالملايين ده، فوق ال 10 مليون دولار مثلا، وال 30 وال 50 وبص، ثروه. تكون انت بتشجع الفرقه اللي بيلعب فيها اللاعب ده مثلا، والفرقه ديت مثلا ايه تخسر، ترجع انت بيتك مكتئب بقى والحاله بص، وتخش في اكتئاب لمده اسبوع واسبوعين، وهو ولا على باله يا باشا. يخلص الماتش من هنا تلاقيه تاني يوم يا باشا بيتفسح ومروق الجمجمه بتاعته وكله في السلنكتين. واحنا اللي بنشيل الهم والتين. ليه؟ الكره بتاعتنا يا باشا. الكره اتعملت لمين؟ الكره اتعملت لنا. الكرة اتعملت لنا احنا يا ابو دماغ كتانيلا، يا اللي بتقول بتاخدوا من الكرة ايه؟ الكرة يا باشا هي ديت حياتنا، دي بتاعتنا دي بتاعت المواطن الغلبان اللي زي حالتنا يا باشا. بص في العالم كله هي اتعملت عشاننا احنا. المواطن الكحيان مش مربوط بانه مصري بس، المواطن الكحيان في كل حتة. اه ربنا، المواطن الكحيان في كل حتة وفي كل زمان وفي كل بلد وفي كل هلا. انا من زمان كان نفسي اعمل الفيديو ده اللي انا بص اكلمك عن الكورة بشكل عام. كوره متعه. بص هي المدوره البتاعه دي بتاعت صغيره، المدوره دي هي دي متعتها كده. متعه تجيبها يمين تجيبها شمال، تقول لي ما اعرفش مين، تقول لي لا هوبا ولا كنت ما انت هو. هي دي اللي بتتحكم في المزاج العام. يمكن تكون الناس بتتفرج ايه كده ايه، حب بتروق على دماغها وخلاص يا عم بقى، بعيدا عن دوشه النسوان ومشاغل الحياه، اي حاجه ايه تخرجنا من الجو ده. في ناس كده عادي يا باشا، هو كده. اصل بص، يعني الكرة دي اتعملت لكل الفئات، ما اتعملتش لفئة معينة. يعني بص، هتروح مثلا لو انت من المشجعين اللي بتحب تحضر مثلا في الاستاد وتشجع فرقتك كده، مشجع درجة ثالثة من الاخر، بص هتلاقي معاك في المدرج الكحيان، وهتلاقي الناس اللي هم من ايجيبت، وهتلاقي الناس بص اللي هم تحت الصفر. هتلاقي واحد مثلا ايه اخر 100 جنيه في جيبه ومش فارق معاه، تلاقيه بيشتري التذكره يا باشا ورايح الاستاد على قلبه زي العسل، ومش فارق معاه يكمل بقيه الشهر ازاي. يقول لك بص طالما انا زودت الدماغ تولع اي حاجه تانيه. لا شغل بقى ولا بتاع ولا جواز ولا بيت ولا عيال ولا بتاع، هو بص دي عشان هي دي اللي بتظبطني. دي لو مش تمام الجمجمه عمرها ما هتبقى تمام، والوضع عمره ما هيبقى ايه تمام. فديت رساله من هنا بقى ايه لكل الناس. كوره يا جدعان متعه. وبعدين انا مش بقول لك مثلا ايه ادي لنفسك فرصه وتتفرج عليه. لو ما حبيتهاش من وانت صغير وما اتعلقتش بيها من وانت صغير، عمرك ما هتتعلق بيها. ليه؟ لان من وانت صغير كده بص في حاجه كده بتنور في دماغك، بقى اللي هو ايه، انا بحب الكوره دي، او مثلا ايه انا بشجع الفرقه دي، او انا بحب الفرقه دي. لان بص انت بتشجع الفرقه ديت او كده من وانت صغير، عمرك ما عمرها ما كانت بالمزاج. هتحب الكوره، هتحب الفرقه اللي انت بتشجعها من وانت صغير، حاجه كده لا اراديه، بتلاقي قلبك كده بيروح في اتجاه الفرقه دي او اتجاه اللعبه دي بشكل عام. انا بحبها يا عم، انا بحبها، ما تشغلش بالك بيا بقى. هي حاجه لا اراديه كده، متعه يا سيدي، متعه ما بعدها متعه. سيبك انت، اقسم بالله بص اقول لك على حاجه، مش احنا اهو شعب كحيان،
بس انا فرقتي لما بتكسب يا لهوي بحس ان انا طاير، بحس ان انا بملك الدنيا وما فيها. عارف بقى، لو انا من اغنى اغنياء العالم وكل الملايين تحت رجلي وفرقتي خسرانه، اقسم بالله بص بحس ان شويه ورق تحت رجلي كده، ولا الهوا، ولا بحس باي حاجه. ليه؟ دي اللي بتظبط الدماغ. دي لو تمام كل حاجه هتبقى في الطراوه وفي السبايك اناناس. لكن بقى تقول لي مش عارف ايه فلوس بقى وهلا هو او نسوان وحريم وكده، ولا بيشغلني. هي دي روح قلبي، هي دي ما احبش في الدنيا الا هي. او ربنا هي وبس. هي دي روح قلبي ونن عيني من جوه، واللي بص وكله في السلام كتير. وبس كده يا سيدي. ودي كانت نهايه يعني الجوله البسيطه ديت اللي بنتكلم فيها عن الكوره، وان شاء الله مش هتبقى اخر مره لان الكلام عن الكوره ما بيخلص. مش شرط يا سيدي ان انا اطلع اتكلم معاك في الفرقه الفلانيه ومش عارف ايه ومين عمل ايه ومين كسب ومين جاب صفقات مين ومين عمل ايه مش شرط. انا هتكلم، بص انا هعمل سلسله حلقات خاصه بدي، بالحلوه الاموره الجميله دي، هعمل سلسله حلقات عنها. الكلام عن دي عمره ما هيخلص. لو فضلت من هنا ل 100 سنه قدام عمرك ما تخلص الكلام عن دي، عن متعتها كده، عن حلاوتها، عن جمالها، عن شياكتها. اهو هي مش هتلاقي هلا هلا في اي حاجه. وبس يا سيدي. واتمنى بقى ان انت وصلت لحد هنا، انا بشكرك جدا ومبسوط يعني بصراحه ان انت كملت لحد هنا. يعني انت كوير زي حالاتي وحريف زي حالاتي، ولازم ندعم بعض يا سيدي. اديني لايك، اديني سبسكرايب، فعل الجرس، سيب لي رايك في الكومنتات. بتشجع ايه وبتحب الكوره من امتى ومين حبيبك في الكوره وامتى حسيت ان انت بتحب بنت اللذينه دي. وبس كده. واحكي لي ذكرى مؤثره في حياتك عن الكوره، سواء بقى ذكرى مفرحه او ذكرى حزينه عمرك ما هتنساها. وبس يا سيدي. وفي النهايه، وبما ان النهارده اول ايام العام الهجري، اتمنى ان انت تصلي على النبي يعني. وبس كده. وبس يا سيدي، سلام بقى. السلام عليكم.